دعني أترك بداية مقارنة. فقد شهدت 4 رؤساء، ومن الكواليس أنه في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأحزاب أو رؤساء الأحزاب المصرية كان لكم كلمة وردت إلينا من يعني أحد الأصدقاء الحضور، وذكر سيادتكم بالخير، هو رئيس أحد الأحزاب الذي حضر معكم تلك المقابلة، وقال أن سيادتكم تحدثت كثيرا عن دوركم في ثورة 30 مليون. طبعا ثورة 30 مليون كان ثورة شعب، نعم. وانحاز إليها الجيش المصري العظيم لكي يجنب مصر ما تعيشه بلدان عربية متجاورة لنا، سواء في سوريا ولا في ليبيا. ال 30 يونيو ديت يعني أنا بعتبره أعظم يوم في سوف يسجل في التاريخ المصري بجانب يوم 6 أكتوبر، لأن هذا اليوم المصريين عقدوا العزم على إيقاف المخطط الغربي الصهيوني بقيادة أمريكا وإسقاط الحكم المتحالف معهم. 30 يونيو لأول مرة العالم يعرف يعني إيه الجيش المصري جيش الشعب. ظهر ذلك في 30 يونيو، والعالم كله جيوش محترفة ما يعرفوش إن التجنيد الإجباري جعل الجيش المصري هو جيش الشعب المصري، وجعل إن كل مصري سليم معاف لابد أن يشرف بالتجنيد في وخدمة جيشه الوطني الكبير. تمام. لذلك يوم 30 يونيو احنا ساهمنا مع كل المصريين، وانا كان ليا مساهمات قبلها لان كنت انا نعم. زعيم المعارضه في مجلس الشورى عندما كان الاخوان مسيطرين على الحكومه وعلى الاتحاديه، نعم. وكان ليا وقفات ضخمه جدا، وقدمت استقالتي من عضو مجلس الشورى نعم. يوم 26 يونيو 2013 عندما وقفت على المنصه ردا على مشروع الخطوه الموازنه اللي مقدماه حكومه الحكومه الاخوانيه، وطالبت الرئيس الاسبق مرسي باجراء انتخابات رئاسيه مبكره. يوم وكان 26 يوم اللقاء الشهير الذي يعني كان هناك اتفاق ضمني مساء، نعم مساء، انا كنت نعم صباحا نعم. بقى، انا كنت صباحا في المجلس. تمام. فلما النواب الاخوان هاجوا عليا وحبوا يشوشروا على كلمتي فانا صرت اني اكملها، نزلت من على المنصه وقدمت استقاله من 3 صفحات هي ادانه لحكم الاخوان وادانه للمخطط الغربي الصهيوني بقياده امريكا الذي يستهدف رسم خريطه جديده للشرق الاوسط. وهذا المخطط انا لم اتحدث به بس فقط بعد 25 يونيو 2011، انا تحدثت به على مدى 8 سنوات متتاليه في مجلس الشورى ومسجله في المضابط، لان تمام. هذا الكلام معلن عندهم ان في عام 1983 مجلس النواب الامريكي ناقش تلك الخطه، وناقش ان كيف تكون العراق هدف تكتيكي، وكيف تكون السعوديه هدف استراتيجي، نعم. وكيف جعلهم مصر هي الجائزه الكبرى. لذلك إفشال هذا المخطط يعني كان من الأشياء المحمودة والتي عولنا عليه كثيرا. وإفشال هذا المخطط ليس فقط إنقاذا لمصر، ولكن إنقاذا للدول الوطن العربي والمنطقة الشرق الأوسط من الخراب والدمار اللي كانت أمريكا ناوية تعمله. يعني ما حدث في سوريا وفي ليبيا ده كانت بروفة، كان سوف تمتد لتشمل كل أرجاء الوطن العربي. لذلك يوم 30 يونيو يوم نزل 33 مليون مصري ليقولوا لأمامة وأمريكا لأ، ليقولوا لبريطانيا لأ، يقولوا لحلف الناتو لا، يقولوا لاسرائيل لا، ونحن هنا سوف نحافظ على مصر وعلى حدودها المعروفه بها منذ الاف السنين. لذلك يعني انا سعيد جدا بما قدمته في 30 يونيو وما قدمته من قبل في مجلس الشورى من احياء للشعور الوطني، عندما يجدون احد نواب المجلس، احد نواب الشعب يقف يوميا لكي يتحدث باسم الشعب امام اغلبيه طاغيه في مجلس الشورى، ولا يعني بشجاعه وغير خائف منهم، وبرغم ان هم كانوا يحاولوا يعتدوا اكثر من مره. لذلك انا عملت دعامه في القلب ألف سلام عندما فندم. وصفتهم بانهم ليسوا اخوان مسلمين ولكن اخوان شياطين. فهاجوا ورفعوا الجلسه وكانوا يعتدوا علي، وذهبت الى مستشفى الجلاء العسكري وركبت دعامه دوائيه وانا بعتبر كل هذه اوسمه سجلها تاريخ البرلماني بأحرف من نور، واعتقد ان موجوده على اليوتيوب دلوقتي نعم نعم. تلك المواقف التي تابعنا تحدثنا ستنا. عنها كثيرا. نعم. ولكن هو عظمه 30 يونيو ان وزير الدفاع اللي عين بمعرفه الرئيس مرسي هو تمام. نفسه قائد الثوره، نعم. هو نفسه اللي انحاز للشعب، هو اللي نفسه اللي وقف ضد التهديدات الامريكيه غير عابئ بها وازحها جانبا، واصر ان هو يمضي قدما من اجل رفع رايه الشعب، ومن اجل اسقاط هذا المخطط، ومن اجل ان يحافظ على بلاده من هذا المخطط الاجرامي الشيطاني الامريكي الغربي الصهيوني. لذلك
يعني سوف يبقى في ذاكرة كل المصريين أحداث هذا اليوم: 30 يونيو، 3 يوليو، 26 يوليو، كلها ثلاث وقفات مجيدة للشعب المصري. يوم منح الرئيس الفريق أول عبد الفتاح السيسي تفويضا لمكافحة الإرهاب 26 يوليو، ويوم 3 يوليو هم أعلنوا إسقاط الحكم المتحالف مع الكيان مع الامريكي الامريكان الصهيوني. استجابه لثوره الشعب في 30 يونيو. تمام. ثلاث ايام مجيده جعلت مصر الان تعيش في هذا الجو الاستقراري، في تمام. هذا المناخ الامن، حتى لو كان هناك بعض الاعمال الارهابيه هنا او هناك. ديت فاتوره بسيطه جدا لما كان من الممكن، مقارنة، صح، نعم. مرات من ما كان سوف يتكبده الشعب المصري من فواتير فادحه. لان المخطط الارهابي اللي موجود في سيناء الان، اللي ممكن يتصور ان هو هذا المخطط ابن شويه الجماعات الارهابيه بخاطئ. اصل المخطط يشرف عليه، يموله، يدعمه، يخطط له اجهزه مخابرات، نعم، استخباراتيه نعم، نعم. لدول كبرى. ولذلك انا دائما حتى في تويتاتي انهيها بان الولايات المتحده هي العدو، بريطانيا هي العدو، اسرائيل هي العدو. هؤلاء الثلاثه صناع للمخطط الارهابي الحادث في مصر، اللي الشعب والجيش معا واقفين له بالمرصاد. تمام. المخطط البريطاني الذي أتى بإسرائيل في وعد بولفور، والمخطط الأمريكي الذي يعني جرأ على أن يعلن القدس عاصمة لإسرائيل، هو أيضا بعد مرور 100 عام من إعلان وعد بولفور هو وعد ترامب. إذا هو ثالوث نعم. خطر يمثل كثيرا ما انتهجه برنارد لويس أو بوش الأب في مخططات التقسيم للدول العربية. وهذه المخططات إفشالها في 30 من يونيو أو الثالث من يوليو مؤكد أنها يعني تتكالب علينا هذه الأجهزة المخابراتية، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي. فاتورة الاستقرار هذه سيادة النايب أتت علينا بكثير من المشروعات التنموية، وفي المقابل هناك من يتحدث عن ما يتحمله المواطن المصري من الغلاء وارتفاع الأسعار. أرى معك مقارنة تستوجب أن نتوقف عندها، وهي ماذا عن دول الخليج مما أقرته المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات من ارتفاع لفاتورة الكهرباء لأكثر من 400%، من ارتفاع لأسعار المحروقات لأكثر من 150%، لارتفاع بالأسعار فيما يخص الضريبة المضافة وغيرها. إذا المواطن الخليجي أحس كثيرا بغلاء المعيشة الذي تتأثر به كل دول العالم، وليس المواطن المصري الذي يتحدث عن ارتفاع الأسعار فقط. يعني بس قبل ما ندخل في هذا الموضوع، عايز اقول لك ان الدخل الكبير الذي تعيشه الدول الخليجيه صناعه مصريين. تمام. يعني يوم 5 اكتوبر 1973 كان برميل البترول بدولار تمام. او ب 2 دولار. عندما انتصرنا في اكتوبر وتم قطع البترول، ارتفع سعر برميل البترول الى 40 دولار. هذا الفرق الكبير اللي تجاوز ما يجمع حوالي 40 ضعف هو ابن شجاعة المصريين وانتصارهم في أكتوبر. تمام. ولو كانت مصر مثل الدول الأخرى لكانت طلبت بحق المصري في هذه الزيادات الضخمة، وعلى الأقل كانت تبقى مناصفة. في كل العالم بيفعل هذا، ولكن مصر لأنها هي الأم وهي الأخت الكبيرة ترفعت عن أنها طالب بحق اللي هو أبنائها الأبطال منحوه لإخواننا في دول الخليج. نعم. ولذلك المواطن الخليجي دخله الشهري عالي مرتفع جدا بفضل بطولة المصريين في 6 أكتوبر 73. هذا الموضوع لا يتحدث عنه كثيرا أهل الحكم في مصر، ولا يتحدث عنه الإعلام المصري، ورغم أنه لابد أن نذكر إخواننا في الخليج أن ما يقدمونه لمصر هو أقل بكثير مما يستحقه المصريين، نتيجة أن لولا المصريين لما كان أمكن للخليج تحرير بترولهم من السيطرة الأجنبية. نعم. ولولا المصريين لما أمكن أن يرتفع سعر الدولار 40 ضعف، ولا سعر أصبح البترول. نعم. توجد منظمة اسمها منظمة الأوبك تستطيع أن تواجه الدول الصناعية المستهلكة للنفط. نعم. لذلك يعني ما يقدمه الخليج أقل مما يستحقه المصريين منهم، لأن الخير الذي يعيشون فيه هو صناعة الجندي المصري البطل في 73. تمام. بطل هذه المرحلة هو المواطن المصري. تمام. لأن المواطن المصري برغم أنه دخله الشهري لا يمكن مقارنته بالدخول العالمية،
ولا يمكن مقارنته بداخل شقيقه الخليجي. ومع ذلك على خلاف كل توقعات صبر، وكان صبر أيوب محل دهشة الجميع، حتى بفيهم نحن أهل النخبة أو الأحزاب السياسية. نعم. لأن الزيادات مع ثبات الأجور من الممكن أن تمثل معاناة دائمة ومستمرة للمصريين. تمام. ولكن برغم هذه المعاناة تفاجئ المصريين في الملمات والمناسبات الوطنية، أو في يعني المسائل التي تطرأ على السطح، تلاقي يظهرون بوحدة عالية جدا، وتلاقي وقفتهم بجوار الرئيس والدولة وقفة لا يمكن أن تحدث في أي دولة أخرى من الدول اللي تسمى نفسها دول متقدمة. نعم. وده هو بقى المصري اللي سيدنا رسول الله قال لك: استفتح لكم مثل من بعدي، فإذا فتحت فانتخبوا منها جندا كثيفا لأنهم خير أجناد الأرض أنهم في رباطنا يوم الدين. ده المصري اللي هو رابط ومحافظ على بلده. تمام. لذلك الزيادات اللي حصلت الحكومية الأخيرة، المصري تحملها وهو راض تماما، تحملها وهو غير غضبان، تحملها باعتبارها جزء بسيط جدا من الفاتوره التي يجب ان يدفعها لكي يحافظ على امنه واستقراره، ولكي يضمن ان شارعه هادئ ومستقر برغم تلك الاحداث هنا وهناك من احداث ارهابيه مخطط لها دوليا من مخابرات الدول الكبرى. طبعا الخليج بيئن نتيجه هذه الزيادات، وبرغم ان هو دخله اضعاف دخل المصري، والمصري لا يئن، المصري صبور. تمام. والمصري ما هو ده المصري اللي هو في 6 سنوات من 67 ل 73 تحول ربط من الحزام هزيمة. نعم. ربط الحزام، وكان في اقتصاد الطابور حرب. الجمعيه، نعم. وقال لك: لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، وانتصر. تمام. لذلك ايضا ما يفعله المصري الان هو اشبه ما فعله ابائهم واجدادهم في اكتوبر 73، في الفتره من 67 ل 73، تمام. انهم صابرين مرابطين، لا صوت يعلو فوق صوت مصر، ولا صوت يعلو فوق صوت مكافحه الارهاب ودحره على الارض المصريه. تمام. هو ده المصري. يعني اللي انا مش مندهش، لان انا اللي اي واحد قارئ التاريخ لا يندهش من قدره المصري على التحمل والصبر على ذلك. ولكن في نفس الوقت المصري شايف ان في عمل على الارض، وهذا العمل يبشر بمستقبل زاهر لابنائه واحفاده ان شاء الله. لذلك هو اذا كان بيئن، لما تلاقي برضه يقول لك: بس في مشروعات معموله، في طرق بتنشأ، فيه اقليم قناه السويس الاقتصادي، لا ده فيه مزارع غليوم للسمك، ده فيه، وبيقعد يعدد هذه الانجازات، وده كانه بيصبر نفسه على ان شاء الله المستقبل سوف يكون اكثر اشراقا. ان شاء الله. يعني سيادة النائب، ان هناك من تحدث عن العام الحالي وهو عام الغوث. تحدثوا عن 7 عجاف، ال7 الماضية، وعام الغوث، والسبع القديمة إن شاء الله سيكون فيها الكثير من الرخاء المأمول. أرى معك بأن للأحزاب دور كبير في تواجدها على أو مع الشارع المصري، والرسالة التي أتصور بأن الأحزاب ستقوم بها خلال الفترة القادمة، سواء كان بتواجدها في الانتخابات الرئاسية أو ما بعدها من المحليات، أو حتى التواجد في الشارع وإبراز دور حزب فعال عليه. والله هو دور الأحزاب هي المكون الرئيسي للنظام السياسي في البلاد طبقا للمادة 5 من الدستور. نعم. يقول لك: النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية. تمام. والأحزاب السياسية في مصر هي في حوالي 104 حزب قانوني معترف بهم لجنة شؤون الأحزاب. نقدر نعرف اسمائهم يا فندم؟ لا طبعا. لو قدرنا نعرف 10 اسماء يبقى احنا كده وصلنا للإنجاز. لأن ده برضو ال 104 حزب يعني فتحت شهية البعض، فانتهز المناخ الديمقراطي عقب يناير 2011 وسارعوا بإنشاء أحزاب، ولكن بمجرد أخذوا الرخصة من اللجنة لم يفتحوا باب حزبهم. نعم. لأن عمليا لا يوجد على الواقع 104 حزب سياسي. نعم. يوجد على الواقع حوالي 25 حزب في البرلمان ممثلين، وثلاث أربع أحزاب خارج البرلمان، والباقي كله ما تعرفش لهم لا مقر ولا تليفون ولا اسم قيادة. وبالتالي من الظلم جدا إن احنا نحمل ال 104 حزب على حياتنا أو على خريطة الحياة الحزبية المصرية. تمام. مش موجودين ال 104 حزب سياسي. ومع ذلك برضو ال 30 حزب سياسي اللي هم متواجدين ومعروف قياداتهم برضو كتير على الحياة الحزبية. لأن الحياة الحزبية الفاعلة والحقيقية
اللي ممكن يتحقق بقى مقولة النظام السياسي يقوم على الهوية السياسية والحزبية. هذه الحالة الحزبية ما تزيدش عن 7 إلى 9 أحزاب سياسية يمثلوا المدارس الفكرية المتنوعة المعروفة في العالم. ولذلك أنا مع دعوة الرئيس عندما وجه حديث في مؤتمر الشباب إلى الأحزاب بأنها تندمج مع بعض. تمام. اندماج الأحزاب مع بعضها، الأحزاب المتقاربة فكريا، يعطي قوة ويلغي وإثراء فكرة الحياة الكرتونية الحزبية. نعم، التي تطلق عليه. وهي إثراء الحياة الحزبية ويحقق حلم لدور السلطة. المفروض ان الاحزاب موجوده عشان تحكم. تمام. الاحزاب في العالم مش موجوده ديكور. مم. الاحزاب في العالم موجوده عشان نخلي انتخابات حره نزيهه. كحكومة موازية، أو يعني في هناك بدائل سواء كان يمنة أو وسط أو يعني يسار. مش موجوده علشان نتفق ان هو الحزب حزب معارض. لا، الحزب اي حزب لو اتيحت له الظروف لابد ان يكون حاكما لو تمكن من ذلك. اللي بيحقق هذا الحلم هو ان يكون عندنا احزاب صغيره. لذلك انا معاك ان الاحزاب المفروض يبقى لها تيارات رئيسيه. يعني الاحزاب القوميه كلها ليه ما يبقاش في حزب واحد؟ الاحزاب اليساريه ليه ما تندمجش في حزب واحد؟ الاحزاب اليمينيه كلها ليه ما تندمجش في حزب واحد؟ احزاب الوسط تندمج في حزب او اثنين، ويبقى في هذه الحاله عندنا احزاب قويه. وانا شخصيا لا يقدرني، وانا اقدم رئيس حزب في مصر، لا يقدرني ان اكون رقم اثنين ورقم ثلاثه في حزب قوي هدفه ان هو يعني يفعل نظامنا الحزبي ويحترم ما جاء في الدستور بشأن نظامنا السياسي، ويستطيع من خلال انتخابات عامة تتفق فيها معايير الشفافية والنزاهة والحيلة الدولية ان هو يجيب يحصل على مقاعد تمكنه من تشكيل الحكومة. تمام. هذا الحلم هو بيراودني من فترة طويلة. والرئيس لما اتكلم عليه في شرم الشيخ في المؤتمر الدولي للشباب كان يعني حط ايده على الجرح تماما. ولكن في نفس الوقت احنا بنطالب بان تكون قانون الانتخابات اللي جاي بقى بتاع المحليات قائمة على الانتخابات النسبية تمام. غير المشروعة بالنسبة للانتخابات البرلمانية. طب هب أن هناك حكومة للظل يتم تشكيلها حاليا، أين هو موقع حزب الجيل من حكومة الظل؟ وما هو المنصب الوزاري الذي ربما يقوم به حزب الجيل أو يكلف به؟ انا عرض علي مرة اكون وزير للتعليم، التربية والتعليم، قبل يناير وبعد يناير. نعم. عرض علي مرة اكون وزير للشؤون البرلمانية في ظل حكومة الإخوان. نعم. وهذه كلها كلام احنا يعني اعتذرنا عنه لأسباب نعم. موضوعية لدينا. ولكن حزب الجيل يعني مهتم جدا بموضوعين، بالتعليم، نعم. بالصحة، بالتصنيع. تعليم وصحة تمام. ويرى ان هذا الثالوث فيه امل لمصر. بهذا التسلسل؟ بهذا الثالوث. بالتسلسل. بالتسلسل، تعليم، صحة، تمام. والتصنيع. تمام. لأن التعليم هو اللي ممكن يصنع أجيال جديدة تستطيع أن هي تلحق مصر بركب العصر. تمام. والصحة ما فيش حد يستطيع أن ينكر تأثير الصحة في أن تمكن السواعد الفتية من أنها تدير عجلة الإنتاج. تمام. أما التصنيع فده اللي ممكن يخلينا يحقق لنا اكتفاء ذاتي، ويخلينا نستغنى عن فاتورة الاستيراد الضخمة، ويجعل الدولار يعود إلى إدراجه وحجمه الطبيعي. لأن السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار وإنه وصل إلى 18 إلى ما يقرب من 18 جنيه هو إن إحنا بنعتمد أساسا على الاستيراد. يوم نرشد الاستيراد ونوقفه يرجع الدولار تاني له قيمة له، ويرجع تاني ب 2 3 جنيه. احنا في عهد الرئيس عبد الناصر كان الدولار وصل إلى 43 قرش. تمام. أنا في سنة 82 أول حجة ليا غيرت الدولار في مكة ب 112 قرش. نعم. وكان الريال ب 26 قرش. فاحنا ليه ما كناش فاتحين الباب على المصراعيه للاستيراد؟ وده نتيجه بقى الضغوط الامريكيه والاوروبيه علينا، ان عايز ترجع من مصر وسوق كبير 100 مليون تمام. تجعلها سوق للمنتجات الغربيه. لذلك التصنيع هو املنا، والزراعه طبعا لكي نحقق اكتفاء ذاتي في الغذاء. ونحن كنا في ايام الفراعنه كنا احنا سلة بناكل غذاء العالم. زلة غذاء العالم وزلة نعم. غذاء الامبراطوريه الرومانيه. وكانت يعني معروف قصة سيدنا يوسف واخواته والسنوات السبع العجاف اللي اتكلمت عنها. تمام. لذلك هي الثالوث دولت مع الاهتمام بالزراعه ده ان الحزب الجي مهتم بيهم. وبنرى من الرئيس السيسي انه يهتم بيهم. لان انك انت تتمكن من ان تزرع قمحك
امن قومي مصري، تمام. تتمكن من ان تصنع دوائك ولبن اطفالك وملبسك، وتستطيع انك انت تصنع قطع الغيار ومعدات التسليح ومعدات الصناعه. ده برضو قضيه امن قومي مصري. واعتقد ان عندنا الادوات جاهزه، عندنا الهيئه العربيه للتصنيع، عندنا وزاره الانتاج الحربي، تمام. عندنا ثروه ضخمه جدا من شركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام. نستطيع بشيء من التطوير ان احنا نجعلهم يعودوا يمكنوا مصر من العوده ثانيه، لان تكون هي الدوله المصدره الاولى التي تستقبل اسواق الدول العربيه والافريقيه والاسيويه منتجاتها المختلفه. مشاهدينا الكرام، سيادة النائب الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تحدث كثيرا عن ثروات مصر. فالثروات الكامنة في تراب مصر، سواء كانت ثروات معدنية أو في مياهها وشواطئها أو في مصانعها أو مزارعها أو غيرها، يبقى دوما العنصر البشري هو أهم ثروة لدى كل المصريين، هو الذي يقيم الحياة على أرضها، وهو الذي يأتي لنا بالعملة الصعبة في تواجده في دول العالم الخارجي. وأيضا هذا العنصر البشري هو قوام الأحزاب. ما الذي تقوله لمن يرانا كمشاهد يرغب في الانضمام لحزب الجيل؟ ماذا يفعل وما هي آلية التواصل معكم؟ لا، حزب الجيل مقر مفتوح. آه، لماذا يختار حزب الجيل ولا يختار الحزب سين؟ لا تمام. يختار حزب الجيل لان حزب الجيل حزب وسطي، حزب قومي يؤمن بدولة عربية واحدة. حزب الجيل يرفع شعاره الله وطن النيل، ويرى ان النيل ده هبة الله للمصريين، وانه يجب ان نحافظ على سريانه من منابعه حتى مصبه في دمياط ورشيد. ويرى حزب الجيل انه اذا كان يعني المعاهده الاتفاقيه بين مصر والسودان في 57 جعلت حصه مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، ده لما كان عدد سكان مصر 18 مليون. تمام. النهارده عدد سكان مصر 100 مليون. وحسب المعدل العالمي زيادة. لاستهلاك المياه، يعني المعدل العالمي للامم المتحده تقول لك ان معدل استهلاك الفرد للمياه في العالم في العام هو 1000 متر مكعب. وانت حسبتها كده في 100 مليون، يعني انت محتاج 100 مليار متر مكعب، وليس فقط 55.5 مليار اللي احنا اخذناه بموجب الاتفاق مع السودان سنه 57. تمام. لذلك نحن علينا ان احنا يعني ندخل في مفاوضات شاقه، ليس فقط من اجل الحفاظ على تلك الحصه وان احنا نقلل من اخطار سد النهضه، ولكن ايضا لكي نطالب بحق الاجيال المقبله في المعدل في معدل الاستهلاك التي حددته الامم المتحده الامن للانسان. حزب الجيل بينادي بان مصر هي رئيس الامه العربيه ومحيطها الافريقي، وهي زعيمه العالم الاسلامي، وان مصر تمتلك من الثروات الكامنه في ارضها والتي لم تبوخ خزائنها بعد. سيدنا يوسف قال رب العزه قال لفرعون فرعون. اقمني على خزائن الارض. نعم. مصر اجعلني على خزائن. نعم. مصر جعلنا على خزائن الارض، مصر فيها خزائن الارض وحتى الان لم تبوح باثرها، واعتقد انها بدات تبوح باثرها. نعم. يعني حقل زهر اللي ظهر ده بيبوح باسرار ما فيه، وما زالت المياه العميقه المصريه لم تبوح باثرها بعد. اعتقد ان الايام القادمه او السنوات القادمه سوف تشهد ان الارض المصريه تبوح باثرها، وسوف تعود مصر تاني مره اخرى هي الدوله الرائده والقائده، واللي يجيها كل دول العالم علشان يجدوا فيها مكان للعمل زي ما كان بيحصل زمان نعم، من من الإيطالي واليوناني واليوناني. والفرنسي عندما يقبل نعم. مثل العمل فيه. حزب الجيل بيرى ان موقع مصر فريد، وان مصر حتى الان لم تستطع ان تستفيد بموقعها الجغرافي المتوسط للقارات الثلاث، وان قناه السويس ديت يعني هي مفتاح للتجاره العالميه. وبيرى ايضا ان لابد من تمييز وتعمير سيناء. سيناء 5% من مساحه مصر، بها اوجه استغلال لم نطرأها بعد، منها السياحه العلاجيه والسياحه الدينيه. هي فيها تحدث موسى مع ربنا سبحانه وتعالى، فيها كانت مصر العيلة المقدسة، نعم. فيها كان جاء الفتح الإسلامي لكي يفتح مصر من خلال سيناء. وبالتالي لابد من اهتمام سيناء في المجالات المختلفة، ليس فقط على موضوع على السياحة، ولكن نستطيع أن نزرع في سيناء 1.5 مليون فدان تمام. اعتمادا على مياه الآبار
ومياه الامطار والسيول، وايضا ان احنا نمد نهر النيل الى هناك، ونمد ترعه السلام الى وسط سيناء. حزب الجيل بيرى ان لابد من توزيع عادل للسكان في مصر، وان لا يمكن ابدا مصر يعيش على الوادي الضيق ال 100 مليون، ويعيش على في الوادي الجديد مثلا 46% من مساحه مصر يعيش فيها بضع الاف، نعم. سينا يعيش فيها بضع الاف. لابد من اعاده توزيع السكان. يرى ان مصر اذا كان الان جيشها هو الجيش العاشر في العالم، وان مصر الان اصبحت سيده البحار من خلال حامله الطائرات مستر مسترار مم. السادات نعم. ومسترار عبد الناصر، ومن خلال الغواصات الضخمه، وان طائرات اللافارج تصل الى اعماق الاعماق، نعم. الى حيث منابع النيل. فاننا نرى ايضا ان الجيش المصري بدا ينتج سلاحه، وان من الممكن ان نطور هذا الانتاج، وان احنا الدبابه المصريه بتنباع في الدول الاخرى، ومصدر عمله صعبه لمصر. وبالتالي احنا حزب الجيل بيرى ان مصر ليست دوله بس وقائد الامات العربيه على الامل الافريقي، ولكن مصر دوله اقليميه عظمى، وانها من الممكن ان تعود مره اخرى كما قال نابليون عندما وطأ قدمها ارض النيل، بان مصر اهم دوله في العالم. حزب الجيل من خلال يعني من خلال الثروات التي يعتقد انها من الممكن ان تصنع واقع مصري عظيم ورائع، متمثله في السواعد المصريه الفتيه، متمثله في عقول المصريين، متمثله في الخزائن التي لم تبوح ارض مصر اثرها بعد، متمثله في القياده الواعيه، وفي اراده المخلصين في ان نستعيد ايام كانت مصر فيها هي صناعه الحضاره، وكان مصر فيها هو محل محل حفاوة وترحيب العالم كله. إذا مشاهدينا الكرام، الشعار الثالوثي الله الوطن النيل، هذا هو الشعار الذي يرفعه حزب الجيل. حزب الجيل من الأحزاب الواعدة التي نتمنى أن نراها في المرحلة القادمة مندمجة مع أحزاب أخرى من أحزاب الوسط، لتعطي لنا زخما، وتعطي لنا ما يطلق عليه تداول السلطة من خلال الأحزاب المتعاقبة، أسوة بما كنا عليه في بداية القرن العشرين. ختام هذه الحلقة أو الفقرة مشاهدينا الكرام، مع شكر ضيف العزيز الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والبرلماني السابق. شكرا جزيلا لك. أنا بشكر حضرتك على هذا الحوار الممتع. أشكرك يا فندم، أشكرك. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل يحول علي ضيوف أعزاء